الخبر الأول اللي عدنا عن تهجم المتابعين على أحمد حسن وزينب بسبب افتتاح مطعمهم الجديد، أو بالضبط هو سبب التجمهر الكبير اللي سووه بسبب افتتاح مطعمهم الجديد. وصراحة أنا أشوف يستحقون هذا التهجم، لأنه مصر بيها عدد كبير من الكورونا، وهذا التجمهر اللي حيساهم بانتشار المرض أكثر وأكثر، وهذا هو سبب التهجم. فأتمنى منهم أنه ينتبهون بالأيام القادمة، وما أدري صراحة أن يكتبون شنو رأيكم بالكومنتات. الخبر الثاني اللي عدنا عن بيسان إسماعيل وأغنيتها الجديدة وليش انحذفت من اليوتيوب، ولكن هذا الخبر غير صحيح. فالأغنية من الأساس ما نزلت على اليوتيوب، فبيسان راسا نزلتها على حسابها بالإنستغرام، لأنه لو نزلتها على قناتها باليوتيوب فراح تنحذف 100%، لأنه ما زالت المشكلة اللي ما بينها وبين حيدر جيتار ما زالت مستمرة. وبالنسبة للأشخاص اللي حابين يسمعون الأغنية فتقدرون تسمعوها على حساب بيسان. بالنسبة لتقييم الأغنية الصراحة حسيت إنه المستوى كلش عادي، مو هذا المستوى اللي توقعناه من بيسان. فحتى أنس الشايب اتفق ويا هذا كلامي بالبث المباشر اللي كان فاتحته بيسان قبل نزول الأغنية. بهذه اللقطة راح أحط لكم إياها، شوفوا شنو قال أنس الشايب. وعلى الاخراج والانتاج مسيطر اقوى، احوير اوكي مسيطر اقوى، بس الاغنيه كلامها حلو. اوكي، حلو التسليك يا انس. من الواضح انه انس مش كثير عجبته الاغنيه. بالنسبه للاشخاص اللي سمعوها يكتبون لنا تقييمهم لهم بالكومنتات. الخبر الثالث اللي عدنا عن نارين بيوتي ودخولها للسجن. فنارين بيوتي نزلت على حسابها بالانستغرام هذا الستوري اللي بيها مكلبشه وكاتبه ادعوا لي، ولكن الحمد لله طلع الموضوع مقلب بالمتابعين، والموضوع مجرد تحدي اتوقع بينها وبين اخواتها، فحلو المقلب. الخبر الرابع اللي عدنا عن احمد ابو الرب ولوين هو مسافر. فاحمد ابو الرب نزل على حسابه بالانستغرام هذا الستوري اللي قدامكم اللي اعلن بيه عن سفره الدولة معينة، طلب المتابعين انه يتوقعوها، فراح احط لكم الستوري عم طيب. تفتهمون. الأحد إن شاء الله حسافر وحجز له تيكت. وين تتوقعوا أسافر؟ يلا خلينا نشوف شطارتكم. وين تتوقعون اللي هو مسافر؟ صراحة انا اتوقع دبي، بما انه اغلب اليوتيوبر صاروا مسافرين لهناك. وبس والله لهنا وصلنا لنهاية المقطع. اتمنى المقطع عجبكم، لا تنسون تحطون لايك وتشتركون بالقناة عشان ياكم فايدة زي ما قناة مملكة القصص. ومع السلامة. كانوا يقولوا لي بس ما صدقت.